الا كنتي ان سبورتيف او واحد الانسان اللي غير كيتريني فراه ضروري غادي تكون سمعتي بالبري ورك اوت. واش بصح هاد البري ورك اوت هذا كيعطي الجهد وكيعاون بزاف في الانترينمون، او لا هو عباره عن واحد الكاس ديال القهوه اللي غالي بزاف؟ معكم حمزه، بريباراتور فيزيك وكوتش سبورتيف وسيرتيفي نازو في لا نوتريسيون. واليوم غادي نهضر لكم على لي بري ورك اوت وصالحين لشي حاجه ولا ما صالحين لوالو، كيفاش تعزل البري ورك اوت ديالك وطبيعه الحال الاخطار ديال البري ورك اوت. هاد البري ورك اوت هذا هو عباره عن مكمل غذائي اللي كيكون على شكل غبره او على شكل كينات، كيتخاد واحد 30 دقيقه حتى لساعه قبل لونطرينمون، كيعاون في التركيز، كيزيد من لا بيرفورمانس او المردوديه ديالنا، كيعاوننا في لوندورونس، يعني كنقدروا نديروا واحد المجهود اللي بلوز او موان كبير في واحد المده زمنيه اللي طويله. لي براند ديال لي بري ورك اوت موجودين بزاف ومختلفين بزاف، وحتى الاثمنه ديالهم مختلفه على حسب الكاليتي وعلى حسب المكونات ديال هذاك البري ورك اوت. شي مره كتلقى باللي البري ورك اوت فريمون غالي، ولكن فاش كتقرا المكونات ديالو كتلقاه ما صالح لوالو ولا لي دوز ديالهم صغارين بزاف بحال السيفور مثلا. وطبيعه الحال ممكن انت تصايب بري ورك اوت ديالك في الدار اللي يقدر يتقام عليك رخص، ولا تقدر كاع ديرو 100% طبيعي، وهادشي هذا نهضروا عليه في الاخر ديال الفيديو. اولا واش فعلا كنحتاجوا هذاك البري ورك اوت؟ والجواب المختصر هو لا. ما عدا شي مرات كيقدر يكون عندنا واحد لونطرينمون اللي فريمون ثقيل بزاف، كنقدروا نكونوا عندنا دي سيسيون طوال بزاف على حساب لا بروغراماسيون ديالنا، ولا في البروغرام ديالنا كنكونوا في دي فاز ديال البيك، يعني فين غادي نكونوا كنهزوا ثقل بزاف ولا غادي يكون عندنا دي فوليوم دونطرينمون اللي كبارين بزاف. في هذه الحاله ممكن تحتاج بري ورك اوت، ولكن بصفه عامه الا كنتي كتاكل مزيان، كتنعس مزيان، كترتاح مزيان، فراك ما غاديش تحتاج بري ورك اوت. مزيان قررتي انك محتاج بري ورك اوت وبغيتي تشري بري ورك اوت ولكن ما عرفتيش من ماركه تختار، عندنا واحد القواعد كيخصنا نحترموها. القاعده الاولى هو انك ما تشريش واحد بري ورك اوت الا ما فيهش لي زانغريديون ديالو باينين، وكل مكون دوك المكونات معروفه شحال لا دوز ديالو. علاش؟ حيت ديك لا دوز شي مرات كتكون قليله ما كافياش، واخا مثلا فيه البيتا الانين، هذاك البيتا الانين لا دوز ديالو قليله بزاف ما صالحه لحتى شي حاجه. الوغ بلا ما يقول لك شي واحد حقا راه هذيك التخليطه راه سريه ما خصهمش يقولوها الى اخره، داكشي غير تخربيق. ضروري خص يكون كل مكون شحال فيه مليغرام او شحال فيه من غرام. من جهه اخرى بالنسبه للناس اللي كيديروا لي كومبيتيسيون، كيديروا دي كومبيتيسيون لي اوفيسيال، ردوا البال سواء في لي بري ورك اوت سواء في اي مكمل غذائي، ديما ردوا البال باللي راه نتيستيو باللي ديك الماركه ثقه. علاش؟ حيت شي مره كيكون هذاك اللي كيصيب هذاك المكمل الغذائي كيصيب واحد المنشطات وحدين اخرين، كيقدر هذاك البري ورك اوت ديالك ولا ديك الكرياتين ولا ديك لاوي يكونوا فيها دي تخاص ديال هذوك البري ورك اوت، والنهار كدير تحاليل كيخرجوا لك فالصو وكيخرجوا عليك. باش تفادى هادشي هذا كامل من الاحسن تشري واحد البري ورك اوت ولا واحد الكومبليمون اليمونتير ديال واحد الماركه اللي معروفه واللي ثقه، ومن الاحسن تكون فيها اللوغو ديال الاف دي ابروف، ومن الاحسن تكون هذاك لو برودوي تيستي من اون تروازيام بارتي او واحد لو تروازيام لابوغاتوار اللي كيشد هذاك لو برودوي وكيتيستيه وكيقول لنا واش فعلا داكشي اللي مكتوب فيه هو اللي فيه، واش امن هذاك لو برودوي ولا ماشي امن. وهاد لي برودوي اللي كيكونوا تيستي بون تروازيام بارتي غالبا تلقى فيهم واحد من هاد لي دو لوغو اللي هما الان اس اف او لا اليو اس بي، وكاينين دي لوغو وحدين اخرين اللي كيعنيو بلي هذاك لو برودوي الى تيستي من ان تروازيام لاب. مزيان دابا كيفاش تقرا هذاك السحوره ولا ديك اللائحه ديال المكونات اللي كاينه في هذاك البري ورك اوت ديالك وتعرف واش هذاك البري ورك اوت واش مزيان ولا ما مزيان؟ اول حاجه باش تجينا القضيه مزيانه غادي نقسموا هذوك المكونات للانواع. اولا عندنا واحد المكونات اللي كيكونوا عباره عن محفزات، يعني لي ستيمولون، واهمها هو الكافيين. ثانيا كاين المكونات اللي كيعاونونا في اننا ننتجوا الطاقه بحال الكرياتين او البيتا الانين. ثالثا كاينين مكونات كيوسعوا لنا الاوعيه الدمويه باش كيعاونونا اننا ننقلوا المغذيات، ياك المغذيات مهم باش ننقلوا لي نوتريمون العضلات وننقلوا حتى الاكسجين للعضلات. وعندنا مكونات اخرين اللي كيعاونوا في الانتاج ديال الهرمونات، ومكونات اخرين اللي كيتسموا دي زادابتوجين، كتعرفوا كلكم مثلا الاشواغندا اللي كيعاونونا يا في الريكوفري او كيعاونونا في التركيز او كيزيدوهم باش كينقصوا لنا من التاثيرات الجانبيه ديال المكونات وحدين اخرين. دابا عرفنا نصنفوا المكونات ديال البري ورك اوت، دابا شحال لا دوز، شحال لا دوز اللي خاصك من كل مكون باش يكون داك المكون كينفع في شي حاجه وديك البري ورك اوت يكون كينفع فينا في شي حاجه. غادي ناخذوا المثال ديال السي 4.
وغادي نشوفوا كل مكون غادي نشرحوه ونقولوا واش كافي ولا ما كافيش. الوغ اول حاجه عندنا هي البيتا الانين. البيتا الانين كيخدم بانه كينقص الحموضه اللي كاينه في الموسكل، والبيتا الانين بحال الشكل ديال لاكرياتين ما كيكونش عنده ليفي ديك الساعه، خصك تكون كتاخذو واحد المده طويله غاد كيولي عنده ليفي. والبيتا الانين من المسببات ديال ديك الحكه اللي كتجي لواحد واللي كتحيد واحد نص ساعه من مورا ما كياخذ البري ورك اوت وكاين اللي كيتخلع. وديك الحكه عباره عن حيت هذوك الخلايا العصبيه تحفزات، داكشي اش كتجينا هذيك الحكه. اذا بالنسبه للسي 4 عندنا فيه هنايا 1600 ملغ ديال البيتا الانين. نقولوا ما كافياش 100%، حيت على الاقل خاصك واحد 2 غرام مينيموم اللي خصها تكون في بري ورك اوت ديال البيتا الانين. اما شحال خاصك في النهار ديال البيتا الانين هو ما بين 3 حتى 6 غرام ديال البيتا الانين في النهار، ولكن بزاف ديك 3 حتى 6 غرام غادي دير لك الحكه، غادي دير لك التفرزيط. الوغ كنقسموها لدي دوز وخصك تبقى كيف قلنا تاخذها كوتيديانمون واحد المده طويله غاد باش كتولي تشوف ليفي ديالها. الوغ هدفي هي يلاه 1.6 غرام ديال البيتا الانين، يعني المينيموم ديال المينيموم. حاجه اخرى هي لا كرياتين نيترات. الا كنتو شفتوا لا فيديو ديال الكرياتين فراه احسن فورم ديال الكرياتين وعلى الدراسات بزاف ديال الكرياتين مونوهيدريت HCl ولا نيترات ولا شنو ما كان، هذاك غير زايدين فيها وماشي ديما كتكون احسن من لا كرياتين مونوهيدريت لما كانتش قل منها. احسن كرياتين هي لا كرياتين مونوهيدريت، ولا كرياتين من الاحسن تاخذ بوحدها، وكيف قلنا حتى هي بحال البيتا الانين كيخصها واحد المده طويله كتاخذ. غير الفرق ما بيناتهم هو ان لا كرياتين كتعاون في الانتاج ديال الطاقه، والبيتا الانين كتنقص من داك الحموضه اللي في الموسكل باش كتخلينا نديروا مجهود واحد المده طويله اكثر. اذا لا كرياتين فيه 1 غرام ديال لا كرياتين ما صالحه لحتى شي حاجه. ديجا لا دوز خصها تكون ما بين 3 حتى 5 غرام ديال لا كرياتين في النهار، وكتاخذ واحد المده طويله باش كتولي نشوفوا لافي ديالها. يعني خصك واحد الشهر وانت كتاخذ واحد 3 غرام ولا 5 غرام ديال الكرياتين في النهار باش غاد من مورا شهر كتولي تشوف لافي ديالها. اذا 1 غرام مصالح لوالو. ثالث حاجه عندنا الارجينين اولا في هاد لا فورم هذه الاكاجي واللي فيه تقريبا 1 غرام. 1 غرام مصالح لوالو. ديجا الارجينين هذه واحد الهايب كبيره، والدراسات كتثبت باللي هذاك الشيء اللي كنقولوا عليه ماشي هو اللي كيدير الارجينين. في بري ورك اوت كيدار الارجينين باش حتى هو كيوسع لنا الاوعيه الدمويه، ولكن بالنسبه لي ان بري ورك اوت اللي فيه سيترولين احسن بزاف من ان بري ورك اوت اللي فيه الارجينين، ساشون كو غادي يديروا نفس الخدمه. بالنسبه للارجينين هذا الاكاجي واخا مثلا في 1 غرام، راه هاد 1 غرام هذه ما كافياش، كيخصك ما بين 3 حتى 6 غرام. وبالنسبه للسيترولين كيخصك ما بين 6 حتى 8 غرام في الورك اوت. هضرنا على جوج كيعاونوا في الانتاج ديال الطاقه اللي هما البيتا الانين والكرياتين، وهضرنا على واحد اللي كيوسع اللي كنستعملوه في التوسيع ديال الاوعيه الدمويه اللي هو الاكاجي او الارجينين. دابا غادي نشوفوا واحد سماوه اكسبلوزيف انرجي بلاند. هاد الاكسبلوزيف انرجي بلاند شوفوا شنو فيه واحد 375 ملغ. شنو فيها تايروسين. هاد التايروسين شنو هو؟ هاد التايروسين كيعاون في الانتاج ديال الدوبامين. الوغ فاش كتاخذ هاد التايروسين هذا كتحس باللي المود ديالك مزيان. كاين الناس اللي كيدير لهم الفوكس، مي اون جينيرال كتحس بواحد الاحساس زوين وبواحد المود ديالك زوين بزاف. كاين واحد كيشبه ليه اللي هو ال دوبا. يا هاد التايروسين اللي هو بلو ناتوريل، اولا كاين ال دوبا سي نقدروا نقولوا موان ناتوريل، وحتى هو عنده نفس لافي، حتى هو كيعاون في الانتاج ديال الدوبامين، هو اللي كيعطي داك الاحساس الزوين في الورك اوت وكيدير حتى الفوكس كيف كنا. بالنسبه للسي 4 ما عرف ما دايرينش بالضبط شحال فيه ديال التايروزين، ولكن اللي كيخصنا التايروزين هو ما بين 100 ملغ حتى 500 ملغ في النهار باش كيكون عنده هذاك لافي اللي كنقلبوا عليه. وحاجه اخرى في هذا اللي سماو اكسبلوزيف بلاند عندنا الكافيين والتياكرين. هاد التياكرين تا هو راه بحال الكافيين. مهم عندنا هنا واحد 150 ملغ. ديجا 150 ملغ ديال الكافيين لا استعملنا زعما كبري ورك اوت باش ناخذوا منها البينيفيتس ديالها على اساس انها بري ورك اوت، فراه من الاحسن تكون واحد 200 ملغ. اللي خصنا نردوا البال من الكافيين هو ان الكافيين كتقدر تكون خطيره، خصوصا اللي فات هذيك 400 ملغ في النهار. يعني الا كناخذ ان بري ورك اوت فيه الكافيين نشوف شحال فيه ديال الكافيين ورد البال من لي دوز الاخرين ديال الكافيين اللي كناخذ في النهار. بحال دابا كنشرب 2 قهوات الصباح ولا 3 ديال القهوات
في النهار كامل، ونمشي ناخذ واحد السكوب اخرى ديال البري ورك اوت. راه كاين لي بري ورك اوت اللي فيهم حتى 300 ملغ ديال الكافيين، اولا ناخذ شي ريد بول ولا شي حاجه. نرد البال بزاف من هذا الشيء هذا. والكافيين كيف قلنا يا 400 ملغ في النهار، اولا ما بين 3 حتى 6 ملغ لكل كيلوغرام من لو كور ديالك. يعني الا فيك 70 كيلو غادي تضربها في 6، غادي تخرج لك شحال من مليغرام اللي هو الماكسيموم ديال الكافيين ديالك في النهار. ردوا مزيان البال من هذه القضيه ديال الكافيين، وردوا البال الا كنتو كترينيو في الليل وتاخذوا البري ورك اوت، راه غادي طير لكم النعاس وغادي تمشي لكم الريكوفري. كيبقى لنا النياسين اولا هنا سماوه النياسياميد، هو اون فورم ديال بي 3، حتى هو كيوسع لينا الاوعيه الدمويه، ودايرين فيه واحد 30 ملغ او موان، نقدروا نقولوا بلوز او موان كافيه. ايوا كيبقاو لنا دي فيتامين سي بي 6 و بي 12. انا بالنسبه لي هادشي الا بغيتو ما غاديش نمشي نخسر فلوسي في بري ورك اوت نشريه، غادي نمشي نشري ملتي فيتامين فيه هذوك لي فيتامين اللي خاصيني. نشري فيتامين سي بوحده غتقام عليا رخيصه، نشري لاسيد فوليك بوحدو، لكن علاش يزادوا عليا في الثمن ديال البري ورك اوت. الوغ التقييم اون جينيرال ديال هاد السي فور لا علاقه، فلوسو اكثر منه، ديجا في المغرب كيتباع عندنا غالي. وحتى هذيك الالتيميت ديالو، يعني راه كاين واحد السي فور التيميت هذاك حتى هو لا ميم شوز، كتلقاه فريمون ناقص. الوغ هادشي علاش مزيان نعرفوا لي دوز اللي خاصنا ديال كل حاجه، ونعرفوا الاشياء اللي غادي نحتاجوهم واللي ما غاديش نحتاجوهم. الوغ انا بالنسبه لي احسن بري ورك اوت هو اللي تكون فيه واحد لا دوز مزيانه ديال البيتا الانين، يعني على الاقل واحد 2 غرام، وتكون فيه واحد لا دوز مزيانه ديال السيترولين باش يوسع لينا الاوعيه الدمويه. يعني غادي تكون فيه تقريبا ما بين 6 و 8 غرام، وتكون فيه واحد الحاجه محفزه، واحسن حاجه كنلقاوها هي الكافيين. يكون فيه حتى الطورين حتى هو مزيان، تكون فيه ما بين 1 غرام حتى 3 غرام في النهار. ويكون فيه التيروزين حتى هو مزيان، كيف قلنا ما بين 100 حتى 500 ملغ في النهار، حتى هي مزيانه. ويكونوا فيه دي زادابتوجين اللي غادي يعاونونا شويه، بحال الغاديولا هذيك مزيانه حيت كتنقص من هذوك لي زيفي سكوندير ديال الكافيين. الاشواغندا حتى هي مزيانه، جينكسينك حتى هو مزيان، الماكا حتى هي مزيانه. وهادو كاملين تقريبا واحد 300 ملغ حتى 500 ملغ. ولا بري ورك اوت ديالك فيه هاد المكونات هادو، فراه بري ورك اوت مزيان. كيبقى انك تفيريفي واش مصيبه واحد الشركه مزيانه، واش اف دي اي ابروفد على الاقل، او يكون عاوتاني متيستي من اون تخوازيام بارتي كيف قلنا، تكون فيه هذوك لي لوكو اللي هضرنا عليهم. وبيان سور تقدر تصايب بري ورك اوت ديالك بوحدك في الدار، ولا غادي تقام عليك رخص، سواء تكومبوزي نتايا مثلا تشري البيتا الانين بوحدها، تشري السيترولين بوحدو، تشري الطورين بوحدو، وتخلطهم وتزيد عليهم الكافيين، سواء تشريها على عندك لاكسيليات تشريها، اولا تاخذها سو فورم ديال القهوه وتزيد معها اشواغندا اولا شي ادابتوجين واحد اخر. وطبيعه الحال تقدر تصيب هذا البري ورك اوت ديالك في الدار وتقام عليك رخيص، وتصيبو من واحد المصادر اللي 100% طبيعيه. اول حاجه غادي تخصنا شي حاجه محفزه، ما غاديش نلقاو احسن من الكافيين، يعني واحد كويس ديال القهوه يكون مزيان. ثاني حاجه غادي خصنا واحد المصدر ديال الطاقه، معلقه ولا جوج ديال العسل صاباس. ثالث حاجه شي شويه ديال الملحه ديال الهيمالايا باش توازن لينا هذوك لي زيليكتروليت، كتزيد لينا من الفوليوم ديال الدم، وكتعطينا واحد البامب اللي هي مزيانه. غادي خصنا شي حاجه كتوسع لينا الاوعيه الدمويه باش كتنقل المغذيات بالزربه للعضلات، وكتنقل حتى الاكسجين بالزربه للعضلات. ما غاديش نلقاو حسن من الباربه في هذه الحاله هذه. غادي نحتاجو شي شويه ديال الكاكاو باش يزيد لينا في الفوكس، وعلاش لا لقينا شي شويه ديال الاشواغندا وشي شويه ديال الماكا كيعاونونا بزاف في لا جيستيون ديال ستريس، كيعاونونا في الفوكس حتى هما، وكيزيدوا حتى في لوندورونس. وهاد التناظير هو البري ورك اوت ديالك رخيص. كان معكم حمزه د فيتنس غورو، نتمنى نكون جاوبتكم على كاع الاسئله ديالكم فيما يخص البري ورك اوت، ودابا تكون قادر تعزل البري ورك اوت ديالك بوحدك اولا تصيبو في الدار، تكون فهمتي كيفاش كيخدم البري ورك اوت. انا كالعاده كنتظر ديما الاسئله ديالكم. تهلاو في راسكم.